واش عمرك هزيتي يديك للسما ودعيتي الله ومن بعد داز اسبوع او حتى شهور وبقيتي كتسنى يستجب لك الله وبقيتي كتسول واش الدعاء ديالي ما تقبلش؟ علاش ربي باقي ما استجاب الدعاء ديالي؟ الحقيقة هي ان بزاف ديال الناس في هذه المرحلة كيفقدوا الامل، ولكن كاين سر جميل الا فهمتيه غادي يرجع لقلبك طمأنينة ويخليك تدعي الله بثقة اكبر. بقى معايا حتى لاخر الفيديو لان الجواب غادي يغير نظرتك للدعاء كاملة. وقبل ما ندخلوا للموضوع غنبداو بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نحكموا أن الدعاء ديالنا ما تقبلش خاصنا نعرفوا أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، وكل تأخير وراه حكمة حتى إلا ما فهمناهاش دابا. السبب الأول، الله كيدخر لك الخير بعض المرات كتطلب شي حاجة ولكن الله كيعلم أنها ماشي خير لك دابا. السبب الثاني، الله كيبغي يسمع صوتك حيتاش الدعاء راه حتى هو عبادة، والله كيحب العبد اللي كيلجأ ليه باستمرار والعبد الملحاح. السبب الثالث، الوقت المناسب مازال ما جاش، يمكن إلا استجاب لك الله دابا تكون النتيجة ماشي في الصالح ديالك. السبب الرابع، الاستجابة كتجي بأشكال مختلفة، يمكن ما عطاكش الله داكشي اللي طلبتي ولكن راه بعد عليك شي بلاء، أو عطاك وعودك بشي خير آخر، أو دخل لك الأجر في الآخرة كما قلنا في الأول. والسبب الخامس، خاصنا نستمروا بالدعاء وما نيأسوش، حيتاش بعض المرات كنبقاو ندعيو الله على شي امر ملي ما كيستجبش لينا صافي كنحبسوا الدعاء. لا، خاصنا نكونوا ملحاحين ونديروا دائما في بالنا الاسباب اللي سبق وذكرتها باش ما نيأسوش وباش ما نحبسوش الدعاء ونقولوا ان الله ما استجابش لينا، حاشا ولله. وهنا غنستدل بجوج ديال الاحاديث. الحديث الاول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. إذا كنت كتدعي الله من مدة وما زال ما شفتيش اللي تمنيتي ما تفقدش الامل، يمكن الله كيدبر لك خيرا اكبر من داكشي اللي طلبتي. ثق في الله واكثر من الدعاء وخلي قلبك مطمئن لان الله لا يضيع دعاء عبده. اللهم استجب دعاء كل من شاهد هذا الفيديو وافتح له ابواب الخير والرزق والسعادة. وما تنسوش زاد الروح كيبدا بخطوة. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.